السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني خالص. انا منى من قناه منمن احمد. لو اول مره تشوفوا الفيديو يا ريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه، ويا ريت كمان تفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصلكم. جايلكم النهارده بفيديو جديد عن شنطه السكاكين اللي انا جايباها. انا لما عملت الفيديو لو كنتوا فاكرينه بتاع طقم السكاكين السيراميك، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت الفيديو. قلت لكم ان انا جايبه شنطه سكاكين، عشان كده ما احتجتش ان انا اجيب الطقم التوزيع بتاع السكاكين، جبت اللي انا وريته لكم ده. فشنطه السكاكين دي بصراحه ملمه بكل حاجه. تعالوا يلا نشوفها. هي بيبقى شكلها كده، هي من الطيبه اهي. بيبقى شكلها كده، دي بتكون مقفوله كده اهي، وبيكون ليها باسورد. طبعا هي بتتصفر وبتقوم عامله دي كده عشان تتفتح، وبتقومي عامله دي كده اهي عشان تتفتح. يلا مع بعض يا بنات نشوفها اهي، نفتحها مع بعض اهي يا بنات. ده شكلها تمام، هي جودتها جميلة قوي. تعالوا مع بعض يلا نشوفها. بيكون معاها عايزة بس اوريكم، ننزل مع بعض كده اهي. بيكون جاي معاها الورقة دي، في جيوب هنا كده بس ما فيهاش حاجة. بيكون جاي معاها المقص ده اهو. طبعا بيبقى حامي جدا. تمام، بيكون جاي معاها المسنة اهو يا بنات اللي انا قلت لكم عليه. تمام، وده مقص سمك. كان عندي شوية مقصات يا نهاري، كل دي مقصات. ده مقص السمك يا بنات اهو. بصوا في سن مشرشر كده وسن عادي، جميل جدا. تمام، دي الورقة اللي هي اللي فوق. تعالوا بقى نشوف السكاكينة هي اللي تحت. سوري يا بنات، دي بقى تمام. بيبقى معاها جاية السكينة الكبيرة دي اهي. طبعا هي حامية جدا، هي جودتها حلوة قوي يا بنات السكينة اهي، بس مش عارفة ايه اللي مقشرها كده. يلا مش مهم اهي يا بنات. السكينة بتكون يعني حامية خالص، وجاي معاها كمان الحجم ده. دي رفيعة شوية، وكمان الحجم ده. دي بتكون بقى اللي هي المشرشرة خالص دي، ودي ودي. وبيبقى معاها الشوكة دي تقريبا بتاعت القلي. الشوكة دي شكلها غريب كده. على فكرة يا بنات، انا جبت طقم السكاكين ده من زمان جدا، يعني هو جودته حلوة بصراحة، بس يعني اصل احنا يعني انا مش هحارب عشان يبقى عندي السكاكين دي كلها. فيعني ما لا ما ما تجيبوهاش. يعني بصوا، انتوا تجيبوا حاجة من الاتنين، يا اما تجيبي شنطة سكاكين يا اما تجيبي السكاكين اللي هي السيراميك الطقم ده. ما تجيبيش الاتنين. يعني انا عشان جبت ده الاول وبعد كده عجبني اللي هو السيراميك، فاضطريت ان انا اجيب منه اللي هو التاني. فلا انا بصراحة مش حاساها ليها لازمة، يعني مش بعزقة فلوس وخلاص. اهي يا بنات، والسكينة العجيبة دي. تمام، انا بكلمكم بصراحة والله يا بنات، انا مش خسرانة حاجة. انا يعني اقول لكم جيبوا ومفيش مشكلة وعادي وانا مش خسرانة حاجة. انا عارفة ان في بنات كتير بتتابعني يعني ممكن يعجبها اللي انا بقدمه. هي حلوة، هي مش وحشة، هي حلوة. انا بوريكم الحاجات اللي انا جايباها عشان لو حد عايز يجيب زيها. هي مش وحشة، هي المشكلة ان هي كتيرة، يعني كتيرة على اللي عندي. انا بتكلم عن نفسي، يعني انتي ممكن عارفين يا بنات تبقى حلوة قوي لو انتي في بيت عيلة، تبقى تحفة. لكن لو انتي استخدام ليكي لوحدك يا حبيبتي، انتي وجوزك واولادك وكده، لا انتي مش هتحتاجي الفرح ده كله. يعني انا هي ممكن
هي هتنفعني على المدى البعيد، يعني ان انا ايه هستخدمها وكده، خصوصا اللي هي فيها سكينة، فيها سكاكين للاستخدامات، استخدامات كتير يعني. بس انا بتكلم كأن انتي لسه بنوتة، لسه بتبتدي يعني حياتك. كفاية طقم واحد، يا اما تجيبي الشنطة يا اما تجيبي السكاكين السيراميك. فشوفي بقى، قرري اللي انت عايزاه. هي الشنطة بصراحة بتبقى ملمة بكل حاجة، معاها المسن ومعاها المقصات، كل مقص بيختلف عن التاني في استخدامه، ومعاها سكاكين كمان. لسه في طبق تاني تحت اهو يا بنات، ده طبق تاني تحت، طبق تاني تحت اهو، بيبقى معاها الساطور اهو، بيبقى معاها الشوك دي اهي، ده شكلها جميلة جدا برضو يا بنات. يبقى معاها السكاكين المشرشرة دي برضو حلوة. تمام. هي بصراحة حلوة وجودتها حلوة، مفيش مشكلة، بس عشان المصاريف في حاجات، الحاجات بقت غالية جدا، وفي حاجات دلوقتي يعني اهم بصراحة. تمام، بس كده مفيش حاجة تاني. تمام، هي دي كانت شنطة السكاكين. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، ان هي تكون عجبتكم. هسيب لكم الرابط بتاع الفيديو التاني تحت، في صندوق الوصف. خشوا شوفوه برضو لو كنتوا اول مرة يعني تشوفوا الفيديو. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتشيروه علشان كل البنات تستفيد. آه اتمنى ان هو يكون عجبكم. يلا يا بنات، مع السلامة، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.